ماذا نعرف عن الجالية الصومالية في أمريكا؟ وما تداعيات الانتقادات والأوصاف التي وجهها ترامب لهذه الجالية؟ مع اندلاع الحرب الأهلية في الصومال في أوائل التسعينات، هاجر معظم الصوماليين إلى الولايات المتحدة وخصوصا إلى ولاية مينيسوتا. هناك طبعا اتهامات بأن المجتمع الصومالي لا يتفاعل مع أسلوب الحياة الأمريكي، وأن بعض أعضائه يرتكبون احتيالا ماليا على النظام الحكومي. هل هناك دلالات سياسية لتصريحات ترامب أم أنها تندرج في إطار موقفه المعروف من المهاجرين؟ ويستهدف شخصيات صومالية بارزة مثل نائبة كونغرس في الحزب الديمقراطي إلهام عمر، لتعكس نقدا على المجتمع بأسره وربط الصوماليين كمان بمخاطر أمنية لتبرير تشديد السياسات. لكننا نعلم أن المجتمع الصومالي خائف ومرعوب. هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً الجالية الصومالية في الولايات المتحدة بشكل مباشر، إذ قال إنه لا يريد مهاجرين صوماليين في أمريكا، مضيفاً أنه ينبغي عليهم العودة من حيث جاءوا. وأضاف ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الولايات المتحدة ستسلك الطريق الخاطئ إذا استمرت في استقبال من وصفهم بالحثالة حسب تعبيره. تأتي تعليقات ترامب في وقت نقلت فيه وسائل إعلام محلية أن سلطات الهجرة كانت تخطط لعملية ترحيل أفراد من الجالية الصومالية، خصوصا في ولاية مينيسوتا التي تضم واحدا من أكبر تجمعات الصوماليين في الخارج. فيما سارع المسؤولون في الولاية إلى إدانة تصريحات ترامب، وتحدثت تقارير إعلامية عن مخاوف من أن تطال خطة الترحيل مواطنين أمريكيين من أصول صومالية وليس فقط مهاجرين غير مسجلين. فلماذا يستهدف ترامب المجتمع الصومالي تحديداً؟ وماذا نعرف عن المهاجرين الصوماليين في أمريكا؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي، وأنا ميس باقي. أتحدث إلى الزميل الصحفي بيدان طاهر من الخدمة الصومالية في BBC. أهلا بك في بودكاست يستحق الانتباه. أهلا بك ميس، شكرا لك. بداية بيدان، أخبرني كيف تعلمت اللغة العربية؟ أنا من هرقيس، من سومالندا، وكنت صغير في رحت المدينة ثانوية العام، رحت مدرسة اسمها عمر بن الخطاب، وكان أساتذة من مصر ولهجتي شوية مصرية. بيدان، اليوم نحن نحاول معك أن نفهم خلفية التصريحات، خاصة هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب تحديدا المجتمع الصومالي في أمريكا. لماذا؟ هل هناك دلالات سياسية لتصريحات ترامب أم أنها تندرج في إطار موقفه المعروف من المهاجرين؟ شكرا لك. لو شفنا ساحة السياسة الأمريكية، استخدم بعض السياسيين ومن بينهم رئيس دونالد ترامب خطابا معاديا للمهاجرين ككل، لاستقطاب ناخبين قلقين بشأن الهجرة. يقوم هذا الخطاب على تعميم حالات فردية على المجتمع الصومالي بأكمله في مينيسوتا، ويستهدف شخصيات صومالية بارزة مثل نائبة كونغرس في الحزب الديمقراطي إلهام عمر، لتعكس نقدا على المجتمع بأسره وربط الصوماليين كمان بمخاطر أمنية لتبرير تشديد السياسات والاستفادة من كونهم أقلية صغيرة، لجعل مهاجمتهم خطوة سياسية مخفضة التكلفة. ومن ناحية الأخرى يتهم أنصار ترامب للصوماليين بعدم الاندماج في ثقافة وحياة الأمريكية، ويزعمون أن بعض الأفراد الصومالية يدعمون الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل الشباب، أو يستقلون برنامج الحكومة. ورغم أن هذا المساعم فردية وغير مثبتة، إلا أنها تؤثر سلبا على صورة الجالية الصومالية ككل،
أسفرت يعني تصريحاته ترامب عن سيادة الشعور الخوف لدى الصوماليين، وتشديد الضغوط القانونية وتوتر العلاقات مع المجتمع المحلي الأمريكي. وهناك خوف من أن ينعكس هذا التصريحات لسيادة عنصرية والتمييز ضد المجتمع الصومالي الذي يقيم في مينيابوليس. طيب بيدان، يعني البعض ربط هجوم ترامب على الجالية الصومالية بموقفه الشخصي من النائبة إلهام عمر ذات الأصول الصومالية. هل من رابط فعلا؟ إلهام عمر هي نائبة من مجلس النواب الأمريكي من أصل الصومالي. ولدت في مقدشو وعاشت في مخيمات كينيا اللاجئين قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أبرز الأصوات التقدمية في الولايات المتحدة. وقد شاء الهجوم عليها من ترامب بسبب انتقاداتها الشديدة له في قضايا مثل الهجرة وحقوق المسلمين. وهي كمان عضو في كتلة المعارضة لرئيس ترامب، وكونها رمزا قويا للأقليات ما يجعلها تهديدا لخطابه السياسي. وقد أسهم هذا الهجوم في رفع شعبية ترامب بين مؤيديه المناهضين للهجرة. وفي حين يرى بعض الأمريكيين أن إلهام عمر تبالغ في موقفها السياسية، هي يعني راديكال. يعني تقصد أنها راديكالية، أنها متطرفة في مواقفها، في تصريحاتها، في اتجاهاتها؟ هذا ما يعتقد أنصار ترامب، وكمان الرئيس الأمريكي يعتقد أنها متطرفة سياسيا في سياسات أمريكا الداخلية. وهم يقولون يعني هي لازم تكون شاكرة للولايات المتحدة الأمريكية بأن أمريكا ساعدتها أيام كنت في مخيمات اللاجئين في كينيا. طيب ما رد إلهام عمر تجاه هذه الاتهامات؟ طبعا إلهام ترفض كل الاتهامات الرئيس الأمريكي، وكمان هي تستعمل ألفاظ وكلمات يعني حادة، تقول أنه مجنون، أنه عنصري. ونسمع عن ترامب وإلهام يتبادلان الشتائم، يعني ما في احترام بينهم. طيب بيدان، عند البحث عن قصة الجالية الصومالية وموقف ترامب لفت انتباهي هناك الكثير من الإشارات لما يعرف بفضيحة مينيسوتا أو مينيسوتا سكاندل. عرفنا عن هذه الفضيحة أو ما تفاصيل هذه القضية. تجري السلطات في ولاية مينيسوتا تحقيقات حول قضايا احتيال على برنامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مثل يعني رعاية الطبية وبرنامج تغذية الأطفال وبرنامج دعم الغذاء، والتي يشتبه موجود فواتير وهمية وخدمات لم تنفذ فعليا في أرض الواقع. بعد المتهمين من أصل الصومالي، لكن لا توجد أدلة على صلة هذه الأموال بالإرهاب حتى الآن. يعني حسب ما علمت أو قرأت أن عمليات الاحتيال تجاوزت المليار دولار. هذا ما تداولته الإعلام، وسائل الإعلام الأمريكية، لكن لسنا متأكدين بهذه الأرقام. هل نعلم متى وقعت هذه القضية، يعني في أي فترة زمنية؟ معظم هذه الاحتيالات هم يقولون شرت أيام كوفيد 19. بعض المتهمين من أصول صومالية، ويقال إنهم يحولون هذه الأموال للجماعات الإسلامية المتطرفة. طبعا لا توجد أدلة تثبت صلة على هذه الأموال للإرهاب حتى الآن. طيب ما موقف الجالية والمسؤولين المحليين من هذه الاتهامات؟ تشعر الجالية الصومالية بقلق من تعميم هذه الفضيحة، وتطالب بعدم معاملة جميع الجالية كمذنبين. ومسؤولين الولاية قالوا أن التحقيقات جارية، وأن أي إجراءات جماعية ستكون غير عادلة. علمت بيدان أن أفراد أو هناك كثير من أفراد الجالية الصومالية في أمريكا يستفيدون مما يعرف بقانون الحماية المؤقتة من الترحيل، أو يعرف بالإنجليزية BTPS. ما هو هذا القانون، وهل فعلا حاول ترامب إلغاء هذا الوضع القانوني؟
طبعا الحماية المؤقتة للصوماليين والمعروفة بوضع الحماية المؤقتة TPS هو وضع قانوني يمنح مهاجرين من دول التي تشهد يعني حروبا أو كوارث حق في البقاء والعمل قانونيا في الولايات المتحدة مع حماية من ترحيل. وقد طبق هذا الوضع على الصوماليين منذ عام 1991 حتى في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام. أعلن ترامب عزمه إنهاء هذا الوضع للصوماليين في ولاية مينيسوتا، لكن القانون الفدرالي لا يزال ساريا حتى 17 مارس آذار 2026، مما يجعل إعلان سياسيا دون تأثير مباشر على وضع قانونه. حدثنا قليلا عن الجالية الصومالية تاريخيا، متى بدأت موجات الهجرة إلى أمريكا؟ الأسباب الرئيسية وراء موجات اللجوء؟ لماذا استقر أغلب الصوماليين تحديدا في ولاية مينيسوتا؟ حقيقة هجرة الصوماليين لأمريكا بدأت قبل 100 سنة، ولكن أعداد قليلة. ولكن مع اندلاع الحرب الأهلية في الصومال وانهيار نظام الدكتاتور سياد برة في أوائل التسعينات، هاجر معظم الصوماليين إلى الولايات المتحدة، وخصوصا إلى ولاية مينيسوتا مينيابوليس، قادمين من مناطق مختلفة من شرق إفريقيا والصومال الكبرى. جاء عديد منهم كلاجئين من مخيمات كينيا. وقد ساعدت حكومة الولايات المتحدة ووكالات والمنظمات الإنسانية جالية الصومالية على استقرار لأمريكا من خلال تقديم الدعم في الحصول على السكن وعمل وخدمات الأساسية. وكانت وظائف متاحة في مينيسوتا، يعني مثل العمل في مصانع تعبئة اللحوم، فرصة مناسبة للوافدين الجدد، إلى جانب برنامج المساعدات العامة السخية التي قدمتها ولاية مينيسوتا للصوماليين، مما جعلها جاذبة للصوماليين باحثين من استقرار الاقتصادي والاجتماعي. طب وكم يبلغ عدد الصوماليين اليوم وفق الإحصاءات الرسمية؟ والله بس في أرقام مختلفة، لكن الأرقام الرسمية من الحكومة الفيدرالية تقول إنهم يعني تقريبا 100,000 شخص. ولكن كما تعرف بعض الصوماليين جاءوا من أنحاء مختلفة، من كينيا، من إثيوبيا، من جيبوتي، من سوماليلندا، وكلهم صوماليين يعني أصلي. وبعض الإحصائيات الأخرى تقول أنهم أكثر من 150,000، ولكن أرقام الحكومة الفيدرالية تقول تقريبا 100,000. نعم بيدان، تحدثنا عن أسباب الهجرة واستقرار الجالية الصومالية تحديدا في ولاية مينيسوتا، وكيف كانت جاذبة للأيدي العاملة. أخبرنا عن التحديات. الصوماليون كجالية مهاجرة في أمريكا، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجالية هناك؟ طبعا هناك تحديات تواجه المجتمع الصومالي. هناك تصريحات ترامب وغيرها من اليمين المتطرف هي تحديات كبيرة للمجتمع الصومالي. ولكن هناك أيضا المعتاد بالنسبة للمهاجرين الجدد، نعرف أن معظم الصوماليين لاجئون بدون مهارات والتعليم اللازمين للاندماج مع المجتمع الأمريكي. لديك حاجز لغوي وأيضا دين وثقافة مختلفة. تحدثت مع بعض الأقارب والأصدقاء الذين يشعرون بقلق من آثار الطويلة المدى لهذه على المجتمع الصومالي، لأنهم يرون أنه هجوم منظم بقيادة الرئيس. من ناحية أخرى هناك طبعا اتهامات بأن المجتمع الصومالي لا يتفاعل مع أسلوب الحياة الأمريكي، وأن بعض أعضائه يرتكبون احتيالا ماليا على النظام الحكومي، وأيضا اتهامات بالأمن ودعم الجماعات الإسلامية المتطرفة. لكننا نعلم أن المجتمع الصومالي خائف ومرعوب، وقد سمعت من جهات اتصل أن عديد منهم ينتقلون من مينيسوتا وينتقلون إلى ولايات الأخرى في الولايات المتحدة.
يعني أختم حواري معك بيدان بما موقف المسؤولين في الولاية من تصريحات ترامب عموما، خاصة عندما استخدم كلمة الحثالة عن المجتمع الصومالي. رفض العمدة مينيابوليس بتصريحات ترامب، وقالها ماير فري، وقال هذه هي تصريحات غير مسؤولة وعنصرية. والمسؤول الشرطة والأمن في مينيابوليس كمان رفض تصريحات ترامب، وقال يعني الجالية الصومالية في مينيسوتا هي في الأمن والاستقرار، والأمريكا هو بلد قانوني مش بلد يعني غير قانوني. وكلهم يعني معظم المسؤولين مينيسوتا يرفضون تماما التصريحات لرئيس ترامب. الزميل الصحفي بيدان طاهر من الخدمة الصومالية في BBC، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. شكرا لك ميس إن في هذه المقابلة، وأشكرك. شكرا لكم متابعي بودكاست يستحق الانتباه على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة BBC نيوز عربي على اليوتيوب وعلى سبوتيفاي، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. كان معنا في الإشراف وفي إدارة التحرير محمود الشيخ، وأعددت هذه الحلقة وقدمتها لكم أنا ميس باقي. إلى اللقاء.